السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد وموضوع حلقة جديد. ما هي أسباب الدوخة أو الدوار؟ طبعا الدوخة والدوار من الأنواع الشائعة ودائما تصير عند أي شخص موجود عندنا، يعني سواء كان مريض أو مو مريض، لأن هي حالاتها أسبابها كثير تصير. من ضمنها نجي نشرح هبوط الضغط. هبوط الضغط يصير دائما اكو ضغط مفاجئ واكو ضغط يصير طبيعي، يعني واحد يحس بنفسه عنده هبوط بالضغط فيتوقع باي ساعه انه هو يصير عنده دوخه واحتمال يقع، واذا وقع انت لازم ترفع رجليه الاعلى حتى يرجع الدم من الرجلين للدماغ وتكون العمليه صحيحه ويرجع الى وعيه الطبيعي. عندنا التهاب الاذن الوسطى. التهاب الاذن الوسطى اللي هي تلتهب سببها قناه اوستاكي. هاي شو تسوي؟ هاي تخليك انت 24 ساعة دايخ، ومن تمشي دائما ما تدري بنفسك تحس روطان بجسمك يصير. طبعا هي حالات اكو شديدة اكو ضعيفة اكو متوسطة. بالنسبة لحالات شديدة يعني ما يقدر يقوم من مكانه يبقى قاعد، واكو بيهم لا يقوم يمشي بس هو يعني غير مستقر، مرات يروح يعني يلوف الغير اتجاه هو ما يدري، حسب يمشي عدل يضرب له حائط او شجرة او شيء او شارع. اللي يسوق مرات ما يسيطر. ايضا هاي يعني من تفحص تروح طبيب الاذن والانف وحنجره يفحص لك اياها ويقول لك شنو التشخيص، واذا هي كانت ملتهبه يعطيك علاج. طبعا علاجها بسيط، هو حب ستايجيرون وستيمتيل، يعني تبقى عليها فتره شهر او شهرين وتزول عندك هاي الحاله وترجع لوضعك الطبيعي وماكو شيء. ممكن ترجع نعم، بس ايضا تعالجها وتروح. عندنا فقر الدم. فقر الدم ايضا من يصير عندك فقر دم زين راح يصير عندك يعني نسبة الدم تنزل، فيصير عندك هبوط دائما، وتسبب لك هاي الحالة بأمراض الدم كثير تصير موجودة. أهم لازم تفحص دمك وتتأكد من عنده. عندنا زيادة الدم. شوف، فقر الدم وزيادة الدم اثنين يسببن دوخة. زيادة نسبة الدم اللي هي تصير نسميها احنا اللزوجة بالعامية. يقول له والله عندي لزوجة، منين؟ من أسبابها تصير من التدخين، من الحلاوة، مثلا ياكل لحوم هوايه بروتينات وكذا تسببها، فتصير عنده زياده. يعني هي زياده احنا المستقر عندنا نريده مثلا من 11 الى 14، هو تلقاه عنده واصل 16 17 18 اكو حتى 20 يوصل. فهاي الحاله يعني خطره جدا وحتى تسوي تجلط فلازم انت تنزل نسبه الدم من تحس عندك دوخه. هذني كلهن راح تمشي عليهن وحده وحده تسوي تحاليل، راح تعرف لازم واحده من هذني موجوده عندك السبب الدوخه اللي عندك. اكو دوخه مستقره اكو تروح وتجي فراح تعرفها. فنسبه الدم من تحس صاعد انه واصل 17 او 18 روح للطبيب يكتب لك ورقه تروح لمصرف الدم تسحب مثلا بطل دم حتى يرجع الى النسبه الطبيعيه اللي هي 13 او 14، او تحجم مثلا وتستقر. بس ما نريدك تعطي دم على طول، يعني يكون كل 4 اشهر لازم يلا تعطي دم، يعني ماشي هو هيك، لانه ما نريد الجسم يتعود يصير الانقسام البسيط. كرات الدم الحمراء، لان كرات الدم الحمراء عمرها 4 اشهر يعني 120 يوم، فانت لازم كل 4 اشهر هو يتبدل دمك اوتوماتيك، يصير انقسام بسيط ويطرح كريات، وهاي شغله يعني بعدين بالدراسات عرفوها. عندنا ضعف النظر. ضعف النظر ايضا يسبب عندك دوخه من كثره الدراسه، القراءه، التركيز، الالعاب، الحاسبات، هاي كلها تسبب عندك دوخه بسبب ضعف النظر. لانه من تضعف النظر عندك تروح للطبيب يعطيك نظاره يوازن النظر عندك بحيث يرجع نظرك مستقر طبيعي فتروح الدوخه من عندك. وبالنسبه لضعف النظر يعني العفو قصر النظر، اكو دكتور اسمه نبيل قصب، يمكن اعتقد هو موجود على اليوتيوب، ده يعطي تمارين رياضيه للعين بدون ما تروح تسوي عمليه او تلبس نظارات، فجاي ينطيها. ويا ريت اذا تردون تتابعوه، طبعا هو مو اعلان هذا اللي اسويه، بس انا اللي شفته هيك وسالت جماعه ايضا قالوا صحيح وناجحه شغلته. يعني هو يشرح لكم شلون الطريقه التمارين الرياضيه للعين. عندنا اورام الدماغ والسكتات الدماغيه. اورام الدماغ الله يشفيكم الشر، يعني من تصير ورمه بالدماغ او سكته دماغيه جزء منه ايضا يسبب الدوخه، بس هاي الدوخه تبقى مستمره الى ان تأديك كلش، فلذلك يسوون فحص بالاشعه حتى يعرفون شنو اسباب اورام الدماغ او غيرها. يعني لازم تعرف انت من تسوي المفراز، فحص اشعه المفراز
راح يعرفون اذا عندك اورام بالدماغ. اما اذا حصلتها بدني وقدرت تعالجها انتهى الموضوع، ماكو داعي تسويها. عندك الانفلونزا، ايضا الانفلونزا من الاسباب اللي تسببها الدوخه، لان يعني كثره المخاط اللي احنا هسه وراها نجي. ثامنا ضغط النفر في الانف، من تيجي تمخط يصير ضغط وين؟ على الاذانات، تشوف انت راسا تدوخ، يصير عندك دوخه قويه ما تسيطر عليها. فانت بهاي الحاله استقر بمكانك، غمض عيونك شويه واجلس، تبقى قاعد زين الى ان شويه يرجع، اي ما تطول حتى 5 دقائق وترجع لوضعك الطبيعي، وعادي تقدر تقوم وتروح. واشرب لك قلاص عصير او شيء يعني يرجع لك ضغطك. عندنا امراض القلب، امراض القلب ايضا من الامراض اللي تسبب لان هي دائما تسبب هبوط الضغط وكذا، ايضا تسبب لك الدوخه، وهم لازم تعالجها وشوف شنو العلاجات اللي تاخذها. عندنا هبوط السكري ايضا مرتبط، شغله ترتبط بالدم هي تسبب الدوخه دائما. ايضا لازم انت تفحص السكر وتعرف نسبه السكر اللي عندك ايش قد، اذا كان هابط تاخذ علاج وايضا راح يصعد ويرجع وضعك طبيعي. عندنا حالات، هاي الحالات تصير اكثر شيء وين؟ بالرجال، اكثر شيء يعني بالرجال تصير. ليش؟ لان النساء عندهن بالنسبه للزوجه دائما هي ما مشموله بهذا القرار، يعني شيء بسيط تصير عندنا هاي الحاله. لان اول شيء النساء قليلات التدخين، يعني مو مدخنات مثل الرجال. وثاني شيء اكثر النساء ما ترغب اللحوم تاكل. وثالث شيء المهمه هي عندها نسميها احنا الدوره الشهريه، هاي دائما تنزل كل شهر، واوتوماتيكيا راح تنزل نسبه اللزوجه من عندها، يعني هي اوتوماتيكيا كل شهر تطرح، يعني خلينا نقول مثلا بطل دم، فاوتوماتيكيا راح يبقى دمها هو دائما في هبوط وليس في صعود نسبه اللزوجه. هنا ان شاء الله الحلقه استفادت منها. طبعا العلاجات اللي شرحتها واللي ما شرحتها انت من خلال التشخيص راح يعطيك الدكتور المختص، دكتور الباطنيه مثلا، يعطيك شنو العلاج اللي تاخذه وتستمر عليه. لهنا وانا وياكم الحلقه، ولا تنسونا الاشتراك واللايك بالقناه وكثر اللايكات حتى تتصدر نتائج البحث الاولي للفيديوهات ويستفاد منها اكثر عدد ممكن، ويا ريت تنشرونها بجروباتكم اللي يريد ينشرها او يجيب جماعته. وانوه على الاسم، اللي يريد يطلب من عندي انه انزل له فيديو ضغط الدم او فيديو، اي فيديو تريد تطلبها، اكثر فيديوهات منزلها. فمن تشوف هذا المقطع انزل اضغط على الاسم، راح يطلع لك الفيديوهات مالتي كلها القناه، واضغط على التحميلات حتى تطلع لك كل الفيديوهات، تقدر تقلبهن وتشوف الفيديو اللي تريده انت وتستفاد منها. انتهت الحلقه ومع السلامه.